تقريبا يا اخوانا اكتر سؤال بسأله لأي حد عاوز يتعلم انجليزي او عاوز ياخد عندي كورس، او حتى لو شخص مجرد ان هو عايز يتعلم وعايز بس نصيحة يعمل ايه علشان يتعلم انجليزي. اكتر سؤال بسأله له، والغريب ان في ناس ما يعني بتفاجأ كأن السؤال ده جديد عليها، رغم ان هو السؤال المنطقي الوحيد اللي ممكن من خلاله تدي لأي حد نصيحة في الانجليزي، وهو: انت مستواك ايه؟ حضرتك واصل لفين؟ حضرتك خلصت ايه وعايز توصل لفين؟ المشوار بتاعك، الطريق اللي انت اصلا المفترض انك انت يكون عندك تصور ليه. طريق، انا ماشي في طريق، يستحيل حد يمشي في طريق وهو مش عارف عنه اي حاجه. فتفاجأ ان الاجابات غريبه. اول يعني اجابه، واجابه غريبه جدا، يقول لك: انت الاستاذ فانت قابلني وانت اللي تقيمني. غلط تماما. اكتر حد يعرف يقيمك هو انت عارف انت ذاكرت ايه، وانت عارف انت عملت ايه، ولو مش عارف يبقى انت في مشكله كبيره حضرتك. وباختصار عشان ما اطولش معاك في الكلام، انا هنصحك ببرنامج ابلكيشن هسيبه لك ان شاء الله في التعليقات. حمل الابلكيشن ده، ومن خلاله، وده بالمناسبه افضل ابلكيشن ممكن تحدد من خلاله مستواك. سيبك من الامتحانات اللي تلاقي مثلا ايه ده امتحان تحديد مستوى وده مش عارف ايه. افضل ده ملوش بديل يا اخوانا. البرنامج اللي هقولك عليه ده يكاد يكون ما شفتش افضل ولا اقوى ولا ادق منه. تمام. فحضرتك ممكن تحمله ان شاء الله من التعليقات. وعلشان برضو ما تقولش الاجابه اياها بتاعت ايه: انا بعرف اتكلم، انا مش عارف، بعرف اقرا بس ما بعرفش اتكلم لما اجي اتكلم. سيبك من الحوارات دي كلها. لازم تعرف انت مستواك فين، لازم تعرف انت مشيت قد ايه علشان تعرف هتعمل ايه في الفتره المقبله. فحمل التطبيق، وده طبعا مش اعلان يعني. وان شاء الله يفيدك جدا جدا، واشوفك بعدين.